29 اكتوبر 2006 كنت لسه صغير ومش فاهم قوي، بس عارف ان الاهلي موقفه صعب، محتاج يكسب بره ارضه عشان يكسب بطوله افريقيا. خدت ابويا وامي ونزلنا الشارع، بس عشان الحاج ما يحبش قعده القهوه فبس اتمشينا في الشارع. وكل ما بعدي من جنب قهوه ببص بعيني بشوف النتيجه كام، 0-0. شويه ونمشي ونعدي من جنب قهوه تانية ولسه برضه 0-0، لحد واحنا راجعين اسمع صوت عالي، الناس بتحتفل. ابص الاقي ان الاهلي جاب جون، اروح اتفرج على اعاده جون ابو تريكه من ورا الناس وهي بتحتفل. ودي كانت اول ذكرى ليا مع الكوره. نمت في الليله دي وكان اول مره اختبر السعاده بحقه حقيقي. 22 يناير 2008 بجري في الشارع عشان الحق اوصل لبيت خالي اللي عنده وصله والحق اتفرج على الماتش من الاول. حسني عبد ربه بيجي له بيلين بيجيبه، يا رب نحافظ على الجون ده. بعدها بشويه متعب وزيدان 1-2 وزيدان بيحط الجون الثاني. بعدها بشويه اجمل جون شفته في حياتي لحد اللحظه دي، زيدان بياخد الكوره وبيحطها في المقص ويعمل الرقصه الشهيره بتاعت الجزم. الوقت ده انا كنت قاعد مشدود مع الكوره وحاسس ان العالم كله ما فيهوش غير اللحظه دي. مرة بكاس القارات 2009 واحمد المحمدي، ودوري ابطال افريقيا 2012 و2013، وجول راموس في الدقيقه الاخيره. كل دي كانت من احسن لحظات حياتي، مع اني كنت بحقق في حياتي حاجات، بس هي اللحظات دي هي اللي كانت بتفرق معايا، وهي اللي كنت بستنى اليوم يخلص عشان الحق اتفرج على ماتش الاهلي او ماتش ريال مدريد. ومن 2014 بطلت احس الاحاسيس دي، معرفش ليه، بس لسه متابع الكوره وكل المحيط بيها من فانتزي وتحفيل وصفحات ميمز، ولكن ماتش الكوره نفسه ما بقاش بنفس السعاده. معرفش دي مشكله عندي ولا ايه، بس انا بحكي تجربتي الشخصيه. بقالي كتير قوي عمري ما فرحت قوي للكوره او زعلت قوي من الكوره. حتى جون قفشه ما فرحنيش نفس فرحه جون زيدان في الكاميرون او جون ابو تريكه في الصفاقه. طب ايه هي خطوره تكريس حياتك للكوره؟ دوبامين رخيص ضد الدوبامين الغالي. في الحلقه اللي فاتت كلمتك عن ازاي الدوبامين بيشتغل، خلينا نسقط الموضوع ده على الكوره. انت مخك عايز يحس باحساس كويس، احساس السعاده اللي بتحسه لما الدوبامين بيفرز في مخك، بس مخك عنده مشكله كبيره انه ما بيفرقش بين الدوبامين الرخيص والدوبامين الغالي. يعني مثلا لو انت ذاكرت الامتحان وسهرت وفضلت طول الاسبوع بتذاكر وحصلت المعلومات المهمه ورحت وامتحنت وجبت درجه كويسه، والمدرس بتاعك او الدكتور بتاعك اثنى عليك وقال انك كويس، وبعد كده كملت في حياتك ورتبت على الدفعه وخدت شغلانه محترمه، كل العمليات دي بتخليك تفرز دوبامين. ولكن على الجانب الاخر لو صحيت يوم السبت وبدات السبت الممتاز من اول ماتش ليفربول من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 9 بالليل لما ماتش ريال مدريد بيجي، ده برضه بيخليك تفرز دوبامين. بس مخك مش عارف يفرق بين الدوبامين اللي افرزته وانت بتتفرج على ناس تانية بتنجح وبين الدوبامين اللي افرزته لما كنت انت بتنجح. لما ريال مدريد بتكسب تأثيره على مخك هو لما انت بتكسب. وخلي بالك برضو ان الدوبامين مش بس مسؤول عن السعاده، ولكنه مسؤول عن تكرار التجارب. فانت لو اتفرجت على كوره وخلاك تفرز دوبامين هتبقى عاوز تتفرج على كوره تاني عشان تفرز دوبامين تاني. وخلي بالك ان الكوره ما بتحتاجش مجهود، ولكن المذاكره والتعب والحاجات اللي بتعملها في حياتك لنفسك بتحتاج تعب. فانت مخك هيبقى ميال اكتر ان هو يروح للدوبامين الرخيص، الدوبامين اللي بيخليكش تتعب. بس خلي بالك ان برضو الدوبامين ده بيفرز من غير فايده عليك. 2. الجايزه. انا شخص مجتهد وعارف مصلحتي، هصحى الصبح اروح جامعتي واذاكر واخلص كل اللي عليا وهكافئ نفسي بالليل بالماتش. بس اللي انت مش ملاحظه انك بتقول لمخك ان الجامعه او الدراسه او الشغل او اي حاجه صعبه بتعملها دي كلها اشياء انت بتعملها بس عشان تحصل على الجائزه اللي بتخليك تفرز دوبامين في اخر اليوم، وهي ماتش الكوره. فانت لو قضيت حياتك كده بتشتغل عشان بس تاخد الجائزه في اخر اليوم، هتوصل في مرحله ما ان الدوبامين بيفرز لما بتاخد الجايزه وما بيفرزش وانت بتشتغل. وزي ما قلنا ان مخك عاوز يكرر التجارب اللي بتفرز دوبامين. مخك مش مهتم بنجاحك، مخك مهتم بس بالمواد الكيماويه اللي بتخليه مبسوط. فانت هتبقى مهتم بالجايزه اكتر ما انت مهتم بالفعل، وهيبدا شغلك يقل تدريجي تدريجي لحد ما انت مش هتشتغل خالص، وهتبقى بس حياتك كلها بتتمحور حوالين الكوره او الماتش اللي انت عاوز تتفرج عليه. فحل الموضوع ده، يا ريت تبطل تتفرج على كوره، بس انا عارف ان ده صعب عليا وعليك. فتعمل ايه؟ تستمتع بالشغل. يعني النهارده في ماتش الارجنتين بالليل، تمام هتفرج عليه، بس انا هدرس وهشتغل وهذاكر عشان انا بستمتع بده، عشان ده هيخليني افرز دوبامين في حد ذاته. فالمره الجايه لما هاجي هدرس او اشتغل، مخي بيبقى عارف ان النشاط ده بيخليني افرز دوبامين، فهيبقى اكثر عرضه ان انا اكرر النشاط ده تاني. مش انت اللي بتفوز. خلي بالك مخك بيهيأ لك ان انت اللي كسبت نهائي دوري ابطال افريقيا بشوطه على الطاير في الدقيقه 90، بس خلي بالك ان مش انت اللي كسبت. ده ما بيقعدش عليك باي حاجه، هو اللي كسب وهو اللي حقق نجاحات وهو اللي طلع في برنامج وهو اللي بقى معاه فلوس وهو اللي بقى مشهور. انت بتتفرج عشان تتبسط، انت عملت حاجة لنفسك، بس عندك مذاكرتك تذاكرها وشغلك تشتغله ونجاحك تنجحه. نجاحك انت اللي تنجحه. لعيبه الكوره مش امثله. كريستيانو رونالدو اول ما وصل لمانشستر المره الثانيه كانت سكاي سبورت بتعمل الاستوديو التحليلي في الملعب. الاستوديو التحليلي ده فيه جاري نيفل، روي كين، جيمي كاراجر. كريستيانو اول ما وصل اول مره راح سلم على روي كين وجاري نيفل وجيمي كاراجر. بعدها بشهرين في برنامج ماندي نايت فوتبول، جيمي كاراجر قال ان بالنسبه لي ميسي احسن لعيب في التاريخ ومش مقارنه اصلا مع كريستيانو. فالمره الجايه اللي كريستيانو قابلهم راح سلم على جاري نيفل وروي كين. بعدها بثلاث اربع شهور كريستيانو ساب الملعب في ماتش توتنهام، فجاري نيفل طلع قال ده ما يصحش وده مش كويس. المره اللي بعد كده خمن معايا كريستيانو راح سلم على مين؟
ساب جاري نيفل وجيمي كارجر وراح سلم بس على روي كين. فهل تتخيل ان شخص بالدماغ دي انت بتاخده مثال لحياتك وبتتخانق عشانه، ويا ريته اصلا عارف انك موجود في الحياه؟ انا عارف انك سمعت الكلام ده كتير، بس لما تفكر فيه بمنطقيه، هو اولا شخص سيكولوجيا مش متزن، ثانيا انت ما بيعودش عليك النفع باي حاجه لما تتخانق له او تشتم او تاخد ذنوب او تشتم واحد تاني او تهتك عرضه عشان بس لعيب كوره. ثالثا اتفرج يا سيدي عليه في الملعب واتبسط بيه. انا بحب كريستيانو اكتر من ميسي، بس مش هروح اتخانق له. هو ما بيتخانقليش، يبقى انا مش هتخانق له. انا اهميتي بالنسبه لي نفس اهميه كريستيانو بالنسبه لنفسه. مفيش حد اهم من حد. هو في الاخر لعيب بيلبس تيشيرت وشورت وبيشوط كوره. كمان لعيبه الكوره يا اما كدابين يا اما جهله. صلاح دايما بيتسال ايه نصيحتك للشباب، وانا مش عارف ايه اللي يخليه في مكانه ينصح فيها الشباب، ولكن بيقول لو انا قدرت اعملها يبقى انت كمان تقدر تعملها. بص يا صاحبي، انت ربنا انعم عليك بموهبه الكوره، وانعم عليك بالتوفيق في مشوارك بانك مثلا ما رحتش الزمالك او انك اتدربت تحت مدرب كبير زي يورجن كلوب. كمان ربنا انعم عليك بانك عندك موهبه في مجال بيدر نجاح وشهره وفلوس. تخيل لو انت عندك نفس الموهبه دي او ضعفها في كره الشاطئ او البيلي المسافات الطويله، ما كنتش هتبقى في المكانه دي. كمان ربنا انعم عليك بصفاتك الشخصيه، المثابره والجد والاجتهاد، وانك ما تيأسش، وانك ما تطاردش السعاده اللحظيه بانك مثلا ترجع من تشيلسي عشان تلعب في اهلي وزمالك، ولكنك باص على الهدف البعيد. ده برضو نعمه من ربنا ما انعمش بيها على ناس كتير. فانت لو صادق هتقول للناس ان احتماليه ان حد يوصل للمكانه اللي انا وصلتها دي اقل من 1%. اشتغلوا واجتهدوا، ولكن ما تنتظروش النتيجه دي، لان لما الواحد هيشتغل ويعمل ضعف الشغل اللي انت بتشتغله وما يوصلش للنتيجه دي، هييأس وهيبطل شغل. فانت خليك واقعي مع نفسك وخليك واقعي مع الناس. فاما انت كذاب يا اما انت جاهل. وبرضه اصلا ما تقعدش تقول للناس منتاليتي ومش منتاليتي وانت مش مخلص تعليمك وقال لك كتابين تنميه بشريه. العب كوره يا اسطى واقفل بق. ففي النهايه اتفرج يا صاحبي على كاس العالم واتبسط واستمتع بحياتك، بس اعرف ان انت بطل قصتك. انت اهم واحد في حياتك، ومفيش اي نجاح مهم الا اذا كان نجاحك انت. ودايما حاول تستمتع بالحاجه الصعبه. دوس لايك لو عايز ميسي ياخد كاس العالم.